لو بتحب تعيش اللحظة الرواية دي عشانك. ليه بقى؟ اقول لك. يا سيدي حكاية اجيال في دقيقة. الرواية مش قصة شخص، دي حكاية حارة كاملة على مدار 10 اجيال. بنشوف عيلة الناجي من اول عاشور الناجي الفتوة البطل لحد اخر السلالة. كل جيل بيواجه تحدياته، صراعات على القوة، خير وشر. كأننا بنشوف دايرة حياة كاملة. التاريخ بيعيد نفسه بس دايما في امل في التغيير. حرافيش دول مش مجرد ناس، دول الغلابه المهمشين، اهل الحاره اللي ملهمش ظهر غير بعض. نجيب محفوظ بيورينا ان من وسطهم بيطلع ابطال وبتتولد حكايات ما تتنسيش. الروايه دي مليانه رسائل عميقه. هل السلطه بتفسد؟ هل ممكن تفضل عادل وانت قوي؟ صراع ابدي بين اللي بيختار العدل واللي بيختار الاستغلال. رغم كل المآسي في دايما بريق امل، شخص بيحاول يصلح، بيحاول يرجع الحاره لايام العز. الاخطاء بتتكرر بس في فرصة دايما للبنى من جديد. اكتبوا لي رأيكم في الرواية. بفكرك تعمل اشتراك لو انت مش عندي، ولو عندي فعل الجرس. الحرافيش مش مجرد قصة، دي رواية بتخليك تفكر، بتوريك ان الحارة دي ممكن تكون اي مجتمع، والناس اللي فيها هم احنا. نجيب محفوظ بعبقريته بيخليك تتعلق بالشخصيات وتعيش معاهم. انا حرفيا في الرواية دي كنت عايش جوه الحارة. بعد كل ده رواية الحرافيش بالنسبة لي وبكل جدارة 5 من 5 نجوم. تحفة أدبية خالدة. لو لسه مرتهاش فاتك كتير جدا. نصيحة: هات كوباية الشاي وافتح الحرافيش واستمتع بالرحلة. عملت لايك ولا لسه؟